Over 70 million, as you said, current and former AT&T customers had their personal information leaked onto the dark web. Now, داك النهار وانا كنسخن في الخبز جاني في راسي داكشي اللي شفتو في الاول. هذيك الحركه اللي كلنا درنا وباقي كنديرو. المشكل ماشي في الموافقه بذاتها، المشكل هو لاي حد كيوصل هذاك الحق اللي كنعطيوه. داكشي باش فكرت نصاوب ابليكاسيون ديالي نطلب حق الدخول للغالري ونشوف شنو نقدر ندير بهذاك الحق اللي تعطاني. سلام، معكم ارض فونسون، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو بدي نشوف كلشي دقه واحده، ما عارفش كيفاش غادي يخرج، ولكن ها هو البلان ديالنا. اولا خصني نعرف كيفاش نصايب ابليكاسيون. ثانيا خصني نفهم القانون ديال البيانات في انترنت. ثالثا خص لوح الابليكاسيون باش نقدر نتيليشارجيها، وفي الاخر نديرو التجربه ديالنا. بهذا البلان مشينا على بركه الله. دابا كيفاش كنصايبو ابليكاسيون؟ انا بغيت ندير ابليكاسيون في اندرويد، داكشي باش غادي نخدم اندرويد ستوديو. خصكم تعرفوا ان الابليكاسيون مقسمه لجوج ديال الاقسام. الفرونت هو داكشي اللي المستعمل كيشوف، وهنا فين كنخدموا ليها شام ديزاين الالوان لوي ولو اكس. والباك هو فين كنستوكيو البيانات. هذا الباك المستعمل ما كيشوفوش وما كيشوفش اشنو كيطرا فيه، وغير بهاد المعلومه كتبان القضيه حامضه. انا في هذا الفيديو ما غاديش ندير شي حاجه هربانه في الفرونت، حيت الغرض عندي هو الباك. غادي نصايب واحد الكونسترينت لاياوت حامضه ما فيها والو، فيها تكست فيو، ايميج فيو، اديت تكست وشي بوطونات. وبطبيعه الحال انا كنخدم بجافا. تقولي وراه اصلا كلشي كيخدم بجافا؟ لا، كاين اللي كيخدم بكوتلين. صافي، وهي النتيجه ديال لابليكاسيون ديالنا. قضيه غرض وصافي، ساهل بزاف انك تكتب الكود ديال الفرونت. اللي صعيب هو انك دير داكشي اللي قلت في الاول، الياشام لوي ولو اكس. داكشي باش انا ساليت دغيا حيت ما درتوش. ما علينا، دابا خصنا نديرو الباك. الفكره هي ملي ندخل لابليكاسيون ونعطي الحق انني ندخل للغالري، كاع التصاور ديال ديك الغالري يدوزو للسيرفر. ما نكذبش عليكم، كنت نقدر ندير الحق ديال اللوكاليزاسيون مثلا، غير هو سهله بزاف. وواقيلا كلنا متفقين انه الجواب هو الا كنتي مدخل الابليكاسيون ديالي ومخدم جي بي اس وعاطيني الحق، راه نقدر نعرفك فين كاين في اي وقت. داوين على هادشي، هادو كيتسماو تراكرز، وبكل بساطه هما اللي كيخليونا نجمعوا المعلومات على المستعمل. المشكل هو انه ما بقيتيش خاصك تكودي داكشي راسك، تقدر تخدم اس دي كا. شنو هو اس دي كا؟ اس دي كا هو بحال شي ماليطه ديال الماتيريال. عوض ما تصايب ماتيريال ديالك، خاصك غير تعرف كيفاش تخدم ماتيريال مصاوبو بواحد اخر. داكشي باش صعبت شويه وقلت نديرو على غالري، ولقيت راسي قدام واحد الحيط. باش تستوكي تصاور خصنا نفهموا اشنا هما التصاور وكيفاش تليفوني كيشوفهم. دابا التصاور عباره عن مجموعه ديال المربعات صغار، كل واحد اللون ديالو كيفاش داير. هذوك المربعات عندهم دي فيكتور دو كولور، وكل لون عنده رقم، حيت كل واحد خليطه ديال 3 الالوان. المهم هاد التليفون ديالي كيفاش كيشوف التصويره. يعني انا الا كنت غادي نستوكي خصني نستوكي هاد العجب. فاش فهمت هكا عاد بان لي شويه ديال الامل. داكشي باش غادي نخدم فاير بيس هو واحد السيرفيس كلاود مصدقه علينا جوجل، نقدروا نخدموه في لي زابليكاسيون ديالنا. في الاول انا بغيت نخدم بباك فور اب، ولكن كنت ضاربه معاه واش بغى يخدم ليا الكود ما كيتكومبيلاش اصلا. داكشي باش قلبتها لفاير بيس اللي ساهل ولكن ديال جوجل. دابا تخيل معايا هذه جوجل شحال ديال الداتا عندها. بغيف شديت داكشي وقريت كيفاش كيخدم وحاولت نخدمه. Get the gab, I talk that game. Strut like up and I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Get that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, but they all get lit. Told them on flow, let me talk my shit. Every song bang, when they drop in hit. Stand on the man, post stop, no miss. Over your head, next time, don't slip. Play your part, better read that script. Yeah, I'ma walk like this. عاوتاني السلام. الا بقيتو حتى لهنايا ففي الغالب غادي يكون عجبكم هادشي اللي كتفرجوا فيه. بغيت غير نقول لكم راه خليت لكم في الديسكريبسيون لين ديال السيرفر ديال ديسكورد فين تقدروا تدويو معايا نيشان نفعوا بعضياتنا، او لا الا بغيتو تسولوا شي حاجه. من فوق هادي كندير لايفات مره في السيمانه، مره في 2 سيمانات، فين كنخدم دي بروجي صغيورين ولكن لايف. يعني تقدروا تخدموا معايا او ميم طون، تشوفوني كنكودي كيفاش كنقلب كيفاش كنصايب هداكشي. شكرا حيت بقيتو حتى لهنايا، ونتمنى بلا الفيديوهات الجايين ما غاديش يحبطوكم. خليكم مع الكمال الفيديو. غير
الضحك بغيت غير نجرب، باقي ما درت والو، لقيت راسي كنستوكي في اي حاجه كتبتها، ميساجات، مود باس، كلشي كيبقى عندي في الداتابيس. كنظن القضيه بدات كتوضح، ممكن نستوكي اي حاجه، وهادشي كيطبق حتى للميكرو والكاميرا. غير بالفضول بغيت نعرف فيسبوك، واتساب، انستغرام اش من كلاود ولا باز ولا ما نعرف كيخدموا، ولقيت ان انستغرام كيخدم نيشان بوستغريس وكاساندرا. ضحكت على راسي مورا هذا السؤال، حيت تخيل معايا انستغرام كامل كيخدم بارس اولا باك فور اب. ما علينا نكملوا. صراحه كنت كنتسنى من هادشي يكون معقد اكثر من هكا في الكود. ساعه الكود صدق اسهل حاجه واقيلا، وموجود تلقاه في اي بلاصه، وكفس كاينين دي بيبليوتيك باش تخيط وتفصل داكشي كيما بغيتي. ما غاديش نبارطاجي هادشي هنايا حيت ماشي ديال اليوتيوب. اللي فهمت هو انه اصعب حاجه هي توصل لابليكاسيون ديالك للمستعمل وتخليه يخدمها، وفوق هادشي يكون ما على بالوش. صراحه فاش جيت نفكر في هاد القضيه بان لي بانه راه الا كان الغرض ديالك هو هذا، راك ما مصيبش ابليكاسيون المستعمل، راك مصيب مالوير المستعمل. صافي سالا الاوف. نرجعوا للفيديو. واخا جاوبت على السؤال ديالي باقي ما جاوبتش عليه. الحقيقه ما تقبلش انه كلشي داكشي اللي في تليفوني كيمشي بلاصه، ما كاينش ضرر مباشر، ولكن شي حاجه بقات مبرزطاني. وهنا فين دخلت في واحد العالم لقيت فيه راسي انا هو السلعه. كيفاش من هكا يقدروا يكونوا خوتك اولا خواتاتك الصغار هم السلعه. ما غاديش ندخل في الديتاي ديال هادشي، اللي فهم يفهم. عاود زيد عليها وانا كنفكر في هاد لابليكاسيون اللي صاوبت وكنقرا على القانون ديال استعمال البيانات في الانترنت. غادي نقرا معكم شنو التطبيق ديالك خصو يكون عنده الا بغيتي تحطو في بلاي ستور. هادشي بلونغلي غادي نديرو ليه اوبلا، غنديرو ليه هكا، غنديرو هكا، غنديرو هكا، نجيو هنا. سهله. قالك يجب ان تكون شفافا في كيفيه التعامل مع بيانات المستخدم. على سبيل المثال المعلومات التي تم جمعها من المستخدم او عنه بما في ذلك معلومات الجهاز. يعني الا كنتي غادي تجمع شي معلومه على المستخدم خصو يكون عارفها، تكون شفاف معاه. وهذا يعني الكشف عن إمكانية الوصول إلى البيانات المستخدم وجمعها واستخدامها ومعالجتها ومشاركتها مع تطبيقك. يرجى العلم أن أي معالج بيانات شخصي يستخدم مشاركة في بيانات المستخدم. سياسات البرنامج التي تتضمن متطلبات الاستخدام والإفصاح. يعني من الاخر انا الابليكاسيون ديالي عمرها تحلم توصل للبلاي ستور. بعدها على الاقل الا كنتي كتيليشارجي غير من بلاي ستور وما كتيليشارجيش من اي بلاصه، ما كتوركش على اي رابط بحال يضغط هنا تربح مليون، فراك محمي من بحال هاد التخربيق. صراحه هذا عالم بوحدو ونقدروا نديروا عليه فيديو كامل وغتشوفوا بالله راه غير الله يحفظه صافي. مهم دابا اللي فهمنا انه الناس بحالي ما كيشكلوش عليك نتايا ضرر، بقاو لينا الشركات الكبار. فيسبوك مثلا في اندرويد كتلقاه نيشان في التليفون، وجاكم شفتوا شحال من مره مارك زوكربيرغ كيتهموه في بيع وشراء البيانات. ما عرفتش واش فعلا هذا مشكل، حيت كتفيق في الصباح كدوز نهارك وكتنعس بلا ما يطرى لك والو. وهاد الشركات الكبار راه ما كيخدموه غير على قبل الماركتينغ ولا الغوريثم باش ديما تبقى ترجع وديما تبقى تستهلك. قلال فين كيمشيو يقلبوا على شي واحد بالضبط يشوفوه شنو كيقول ولا اشنو كيدير. وختام هاد الحلقه افضل حاجه نقدروا نديرو هي نحيدوا السوشيال ميديا، ما عندنا ما نديرو بها، خليو غير يوتيوب، ديزاكتيفيو لي ستوريك، بقاو تفرجوا فيا غير انا، شربوا الماء راه مزيان، ونشوفوا في الفيديو الجاي.